دلوقتي الاهلي معاه صن داونز هناك، صن داونز 7 والهلال 6 والقطب ما في شيء خالص. هيروح الاهلي يمسك صن داونز هناك يفوقي، يبقى ده 7 وده 7 وده 9. اكيد الهلال هيفوز على القطب، يبقى كده. والاهلي يروح للقطب يفوز، يبقى كده 10، يبقى الاهلي صاعد. لا 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 لا، الخطه دي نفعاش شيء، نفعاش الخطه دي. دلوقتي الاهلي 4 تمام، وصن داونز 7 والقطب ما فيش شيء، والهلال 6. هو الحل الوحيد ان بتوع صن داونز يمسكوا الاهلي يفرضوه عشان ما يصعدش، يبقى صن داونز 10 ايوه، والهلال هيمسك القطب يديه 3 4 يبقى كده الهلال 9 نقط، 10 على 10 9 و10، والاهلي 4 زي ما هو، يبقى كده فل كده الاهلي طالع. هو الشغل دي الاهلي كل مره يبقى اخر المجموعه يفوق، يصعد اول ويلعب نهائي، لا ياخذ البطوله لا ياخذ مركز ثاني ويلعب كاس عالم، ونحن نطلع ولا اداء مشرف ولا حتى نطلع حتى دور ال 16 لنا سنتين والثانيه هي ولا اي حي. هنطلع باداء مربرب حصالي. الزمالك الزمالك مع مين يا ربي؟ مع الترجي. يا ابوي يفضل يلعبوا الترجي، ما بقدرش يفوزوا على الداخليه ولا يفوزوا على بيراميدز ولا يفوزوا على حد، هنفوزوا على الترجي اللي شغال يقلب قلب. مخي وقف، انا مخي وقف، تعبني الزمالك انا. السلام عليكم يا حج صديق. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه رايك النهارده في الاهلي؟ ايه كله شغال ياخذ القطن رايح جاي رايح. انت فاكر نفسك فزت على البرازيل ولا فزت على مانشستر سيتي؟ استنى عندك، احنا مسكنا القطن طلعناه قطنه. انت عارف القطن دي مين قاعد يمونه من عندنا في مصر؟ مين؟ شركه قطنيل، يعني بتاع بوكسرات وفلانات حمالات يا زدان. تشغليش مخك انت وتقول لي قطن واهلي ومش اهلي. لما تصعد اول المجموعه او تصعد ثاني ليك الحق كده، خد بالك انت اوعى سيب تقول لي اهلي ومش اهلي شيء. بعد اذنك بس سيب العلم. وهو انا غليظه يا حج. ايوه انا غليظني. حتى لو كنتش امبارح متعادل مع بيراميدز كنت عملتيها. ده بيراميدز ثاني الدوري، ما انا متعادل مع حد. ما تتكلم عن نفسك لما هو كله اول وثاني وثالث وانت ما قعدتش. انا شايفكش يا اخي، حيرتني. نفوز على القطن ما عجبكش، تخسر من بيراميدز تتعادل مع بيراميدز ما عجبكش، رابع كان ولا 5 دوري ما عجبكش، حصلت افريقيا ما عجبكش. متى هتعجبكم الكلام؟ انتوا حيرتونا معاكم. نحن ان شاء الله جايين من تحت بس وحده، هنطلع السلم درجه. يا ريت انت جاي من تحت، انت فاكر نفسك قاعد في البدروم بتاعك. ما المشكله انا قاعد في البدروم. اديني ما تقول لنفسك يا اخي، كرهتونا في الكوره واللي جايبيني. متى قاعدين تطلعوا انتوا وعنكم غليظه كدك دي وكله حاطط عليكم؟ بص يا معلم، انا حسبت حسبي، انت لو فزت على صن داونز هناك اقول لك الف مبروك التاهل. واديك بوستين، بوس هني وبوس هني. فزتش على صن داونز يبقى انت كل سنه وانت دوري. فزتش على صن داونز لسه قدامنا ماتشين ثاني. ما فيهاش، هيطبخوها مع بعض، هم صن داونز والهلال هيطبخوها مع بعض. جماعه الكلاب يعملوها. انا راجل بتاع كوره، خلي بالك من الصبح، واخد بالك اخدت ورثه. بنورحني فرصتنا الصعبه شويه عليك. الصعبه تقوي. صح واصله لك انت. فنحن عايزين الاهلي يكسب عشان يبقى الاهلي حديد يعني. الله يبارك لك يا حاج صديق. لا مؤاخذه يا حاج صديق. لا ولا يهمك. ان شاء الله احنا 2 صاعدين. ان شاء الله. ان شاء الله احنا 2 صاعدين. يا ابو سهل نشرب شاي، اعمل لك شاي. الله يبارك لك. اعمل لك شاي. كمل حساباتك انت. لا كمل حساباتك وظبطها وابقى كلمنا على التليفون. انا هرن عليها. ان شاء الله الترجي يخلص عليكم خالص. لو فزنا على الترجي، فزنا على المريخ السوداني وبولوزداد يبقى كده نحن صعدنا وحطينا رجل على رجل. لهاش حل غير كده. اتعادلنا مع الترجي، كل سنه احنا طيبين، نلموا نفسيني ونركزوا في الدوري حتى ناخذوا مركز ثاني، حتى نلعبوا افريقيا السنه الجاي.
عشان الزمالك يا جماعه الواحد. يا ابوي يا ابوي يا الزمالك يا ناس، ده الواحد. طب اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ لا لا، في حاجه غلط والله، في حاجه غلط.